تجيب فلفل كتير وصغير زي ما انت شايف كده، وتجيب توم وبرضه حطه في الخلاط، وتجيب معاهم شوية سكر وتحطهم برضه في الخلاط، وتجيب ليمونة وتعصر تعصر 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 زي ما انت شايف كده. هات ليمونتين تلاتة زي ما انت على قد تقدر ما تجيب، وافضل اعصر يا معلم حتى ما سابتش القشرة في حالها. كليها كليها بالمرة كليها. ما علينا. جابت بقى الدقة وراحت حطها كلها في الخلاط برضه. انت ناوية تعملي ايه معانا؟ وجابت بقى الكزبرة وراحت قصاهم وضربتهم كلهم في الخلاط. بنت الجنية دي وفرحانة قوي، هي اكيد هتعمل لنا خلطة غير عادية، وطلعت بالشكل ده زي ما احنا شايفين. يا ويلو يا سواد ليلو اللي يجرب يدوق. ها لا مبسوطة تبقى مش حامية قوي، الفلفل شكله مش حامي. المهم تجيب صينية وتحط عليها حتة زبدة زي ما انت شايف، وتجيب الصوبيا بتاعتك وتحطها كده. وهي بتحط الصوبيا معلش وقعت صوبيايه جوه. كملت الفيديو وقعدت تقلب زي ما انت شايف كده، تقلب في الصوبيا ها، قالت حبة وركنتهم على جنب، وكملت بقى بالباقي. ما هي مش هتسقط على دول، هي عاملة خلاط دقة. وجابت الزيت الزيتون واديته رش عليها كده بالشكل ده، وطلعت برضو الصوبيا بعد ما اتقلت طلعت بالشكل الجميل ده. جابت بقى ايه القفص بتاعها ده، فيه طماطم وفيه خس، وحطت كمان بصل. ولا يوم شم النسيم نفسه الناس بتعمل كده. ما علينا. وتوم حلو قوي. وجابت بقى الخليط بتاعها الرهيب ومسكت الصوبيايه وتسقف الخليط ده. دوقي بقى كده وقولي لنا ايه رايك في الطعم ده. مبسوطه قوي هي. ها حلو ولا حاميه ولا ايه؟ بصل كمان شغال.